لو ولادك زهقوا من الفراخ المسلوقه تعالي يبقى الفيديو ده علشانك انتي. بعد ما شلت الفراخ من الشوربه سبتهم يبردوا شويه، جبت لبن، جبت بيض، حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت بهارات فراخ، قلبت كويس. بعد كده هحط معلقه من الدقيق او معلقتين على حسب الكميه. يعني عاوزه القوام بتاعها يبقى خفيف شويه، مش يبقى تقيل زي القوام اللي انا كنت عاملاه قبل كده معاكم زي صوص البشاميل، لا يبقى اخف شويه. بعد كده كان عندي شويه بقسماط صغيرين، لو مفيش اي مشكله. جبت كيسين من الفيجيتار العادي وحطيتهم، طبعا ما جبتش الحار علشان خاطر الولاد وكده. وبعد كده حطيت الفراخ في الخليط اللي احنا عملناه بتاع اللبن والبيض، وبعد كده بدات اللي انا احطها في البقسماط. تمام، سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه وما اخدتش اي وقت خالص معايا. بعد كده هكون هنا محضره الزيت، مسخناه، هنزل عليه بالفراخ. تمام، ههدي النار بقى شويه وبعد كده هقلبها وخلصت كده. هي دي طريقتها. عايزه اقول لكم ان الفرخه دي يعني كانت عامله كيلو وشويه، بسم الله ما شاء الله، رمت كميه حلوه جدا، اللهم بارك. هتشوفوا دلوقتي الكميه اللي هي عملتها كانت قد ايه. هو ده الطبق بتاع الكميه، عملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله كميه حلوه جدا. ما تنسوش بقى تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. باي باي، حمد لايك.